يطبع الفصل 933 جسد حاكم التنين. أثارت كلمات فارس سهيل ساكي بشكل كامل. منذ أن وصل إلى قمة السلطة أصبح زعيم منظمة الحكام الثلاثة كل هذه السنوات. لم يجرؤ أحد على عدم احترامه مثل فارس. الآن كان فارس يهينه ويهين الحكام. لقد كان أمرا لا يغتفر. في تلك اللحظة بذل سهيل ساكي قصارى جهده. انفجرت كلماتها الشريرة: اصمت، إن دائرة الفنون القتالية اليابانية تعبد حاكمة القمر. كيف يجرؤ طفل اردناري مثلك على تدنيسها؟ بما إنك جريء جدا فلا تلوم سيفي على قسوته. ومضى ضوء أخضر وخرجت طاقة سيف قوية. كان الأمر كما لو أن تنينا يحلق في السماء، بينما تنتشر الطاقة اللامحدودة في جميع الاتجاهات. وجه سهيل السيف في اتجاه فارس. كانت سرعة السيف فائقة بشكل لا يصدق. أخرج سيفه ووجه ضربة إلى فارس في ثانية واحدة. قام سهيل ساكي بضرب فارس بالسيف، لكنه ظل سالما. هبت ريح باردة جعلت ملابس الشاب ترفرف من شدتها. مشى سهيل ساكي في الهواء مرة أخرى وهو يضحك ببرود. ماذا؟ هل هذه هي التقنية التي لا تقهر؟ لا عجب أنك تجرأت على مواجهة هجومي وجها لوجه. السيوف لا فائدة منها معك. أتساءل كم عدد الضربات التي يمكن لجسدك أن يتحملها. تشكلت مجموعة من الهجمات بينما كان يهاجم فارس بجنون. أطلق عاصفة برية على فارس بطاقة سيفه المكثفة، وفي ثانية واحدة قام بضربه 10 مرات في جميع الاتجاهات. في لحظة كل ما تبقى في توهج السيف الأخضر مع الطاقة المنتشرة في الهواء، قام فارس بمنع طاقة سيف سهيل ساكي المكثفة بشكل متكرر. بدا جسده وكأنه مصنوع من النحاس أو الحديد، حيث أحدث شرارات عندما هبط سيفه عليه. لكن على الرغم من أن فارس قد تدرب على فنون القتال الجسدية، إلا أنه ظل يتراجع تحت هجمات سهيل ساكي الهائجة. كان بإمكانه الصمود في وجه الهجمات، لكنه لم يكن قادرا على الرد. إنه بالتأكيد يرقى إلى مستوى اسمه حاكم سهيل ساكي. إنه يتقن تقنية سيف سيرين. إن كل حركة يقوم بها تتم بتلاعب مثالي بسيفه، وكأن السيف جزءا منه. يصبح أساتذة السيوف القدامى متحدين مع سيوفهم عندما يصلون إلى الكمال. ربما يكون سهيل ساكي في تلك المرحلة بالفعل. نظر العديد من الناس إلى الأعلى من تحت ناطحة السحاب. شعر المعلم كيلاني بالحرج والصدمة بشكل خاص عندما رأى مبارزة سهيل ساكي بالسيف، لأنه كان سيدا في استخدام السيف أيضا. كان يمكنه أن يطلق عليه نفس حاكم السيف الآن. كان يعتقد أنه يمتلك تقنية سيف لا يمكن التغلب عليها. من مظهره الآن لا يمكن مقارنة المعلم كيلاني بالسيد الحقيقي. تنهد المعلم كيلاني بعمق بإعجاب وباحترام له. يتمتع سهيل ساكي بإتقان مطلق لتقنية السيف الخاصة به. أعتقد أنه لا يمكن لأي شخص آخر مقارنته به. انفجر كوبا سازوكي والآخرين بالضحك على الفور عندما شاهدوا المعركة. زوربا ياوي، هل هذا هو السيد شداد الخاص بك؟ كنت تساءل عن مدى قوته. من مظهره الآن فهو لا شيء. لقد بدأت المعركة للتو، لكن سهيل ساكي لديه بالفعل سيطرة كاملة على المعركة. يستطيع فقط تحمل الضربات، ولا يمكنه فعل أي شيء بشأن الهجوم. يبدو أنه سيتعرض للضرب حتى الموت على يد سهيل ساكي خلال وقت قصير، أليس كذلك؟ وقف الآلاف الأشخاص أمام نور ناطحة السحاب بسيارتهم الفاخرة. كان رئيس مجموعة سازوكي وكوبا سازوكي متكئا على سيارته، وسيجار يتدلى من شفتيه بينما كان يسخر ويبتسم. لم يقل زرباياوي والآخرون شيئا، لكن اللون الشاحب على وجوههم يقول كل شيء. امتلأت قلوبهم بالقلق. هل كانوا مخطئين بالمراهنة على فارس؟ تصادمت ضرباتهم مرة أخرى. لوح سهيل ساكي بسيفه 10 مرات بسرعة. هذه المرة
لم يكن فارس قادرا على الصمود في وجه الهجوم. في النهاية تم ضربه من قبل سهيل ساكي. تدفقت طاقة داخلية هائلة عبر جسده، واصطدمت بقوة بالأرض أدناه. انشقت الأرض تحت قدميه بصوت عالي. ترك فارس حفرة واسعة في الأرض الأسفلتية الصلبة عندما سقط. مرت بالصدفة شاحنة محملة بالخبز، فصرخ السائق من الصدمة عندما رأى الانفجار المفاجئ، وانحرف بشاحنته بسرعة وسط صدمته. دوى صرير الإطارات المطاطية بصوت عالي عند احتكاكها بالأرض. انحرفت السيارة بأكملها مع السائق إلى البلوعة حتى على جانب الطريق. سيدي السيد شداد. في هذه اللحظة صرخت سمارة شاكيرا حانوتي في وقت واحد تقريبا. كانت شاكيرا حانوتي شاحبة بالفعل، وكان وجهها مليئا بالقلق. تحولت عينا سمارة إلى اللون الأحمر، وكانت على وشك ظرف الدموع. ومع ذلك اندفع فارس إلى الأمام مرة أخرى وقفز. رفع فارس رأسه وضحك مرة أخرى، ثم تحول جسده النحيل إلى سيف حاد. عندما قفز في الهواء في نفس واحد، ظهر أمام سهيل ساكي مرة أخرى. مزق سهيل ساكي قميص فارس بالفعل ليكشف عن جلده المدبوغ. نصر سهيل ساكي إليه بصوت بارد: هل ستقاوم بعناد؟ اعترف أن تقنيتك التي لا تقهر جيدة جدا. إذا كان أي خصم آخر فربما لم يتمكن من تجاوز دفاعاتك. للأسف ما تفتخر به لا يعني شيئا بالنسبة لي. تقنية السيف الخاصة بي معروفة بالسرعة. حتى لو كنت مصنوعا من الحديد فأنت غير قادر على التهرب من هجماتي. دارت أوراق الشجرة المتساقطة في الرياح الباردة. وقف سهيل ساكي في الهواء وهو ينظر إلى فارس بلا تعبير. كانت هالته قوية بشكل لا يصدق. ومع ذلك هز فارس رأسه وضحك أمام خصم قوي مثل سهيل ساكي. أليس من المبكر جدا قول هذا؟ لقد كانت مجرد عملية إحماء. المعركة الحقيقية بدأت ليلته. عندما نطق فارس كلماته رأى الجميع ضوءا ذهبيا يشع بهدوء من جسده، ثم انطلق نحو السماء مثل التنين. كان الأمر كما لو أن التنين استيقظ وأصبح مستعدا للعودة إلى البرية. في لحظة انفجر جسد فارس بالطاقة. في الوقت نفسه كان من الممكن سماع صوت تنين يزأر بلا توقف في السماء. هذا الضوء الذهبي وزئير التنين. هل هذه مهارة عليا من فنون القتال الجسدية؟ جسد حاكم التنين. ازدادت صدمة المعلم كيلاني عندما رأى ضوء التنين الذهبي يشع من فارس. صرخ دون سيطرة على نفسه بينما كادت عيناه تخرجان من محجرهما. لم يكن يتوقع أنه سيحظى بفرصة رؤية هذه المهارة القتالية الجسدية المفقودة منذ زمن طويل. جسد حاكم التنين. يا إلهي، من كان هذا الشاب على الأرض؟ يطبع الفصل 934. فوضى طائفة شداد. جسد حاكم التنين. ما هذا؟ هل هو قوي جدا؟ سأل رناش بدر والآخرون على الفور بتعجب لأنهم لم يسمعوا قط عن مثل هذه الفنون القتالية. ماذا تعتقد؟ المهارات التي تبني الجسم المادي نادرة في فنون القتال في البداية. بمجرد ظهورها سيقاتل ممارس الفنون القتالية من جميع أنحاء العالم للحصول عليها. يقال إن طائفة شداد أحدثت دمارا كبيرا بسبب مثل هذه التقنية. ونعم، إنها ليست سوى جسد حاكم التنين. ماذا؟ بدت كلمات المعلم كيلاني مثل صخرة هبطت في المحيط، تاركة وراءها موجة تسونامي. في لحظة واحدة أصيب رناش والآخرون بالذهول. كانت أعينهم مليئة بالصدمة. كان الجميع في عالم الفنون القتالية يعرفون عن طائفة شداد. كان هناك الكثير من القوى في دوائر الفنون القتالية الآن. كانت منظمة الحكام الثلاثة من اليابان، وقلعة حاكم الحرب من أردنار العظمى، والعائلة المالكة من إنجلترا، والكثير غيرهم مشهورين في دوائر الفنون القتالية. ومع ذلك لا تزال طائفة شداد معترف بها دوليا باعتبارها القوى الأولى في الفنون القتالية. إذا قاموا بتقسيم دائرة الفنون القتالية إلى مستويات، فإن طائفة شداد سوف تستحوذ على المستوى الأعلى كاملا بمفردها في عالم الفنون القتالية.
كانوا يعتبرون قوى عظمى. بعد كل شيء، كانت طائفة شداد تتألف من 3 عشائر. كانت عشيرة شداد الرئيسية وحدها قادرة على اكتساح العالم دون هزيمة، وبالإضافة إلى ذلك لم يكن من الممكن إيقافهم بمساعدة السلالات الأخرى. قبل قرن من الزمان، أشعلت طائفة شداد فجأة أعظم معركة فنون قتالية في التاريخ، وأعلنت الحرب على العالم. لقد دمروا السلام في جميع أنحاء العالم بشكل كامل. كانت تلك هي السنوات العشر التي اهتزت فيها ساحات الفنون القتالية النابضة بالحياة في مختلف بلدان العالم. خلال تلك السنوات العشر كان فنانو للدفاع عن النفس التابعون لطائفة شداد قد اجتاحوا العالم مثل السيول الفولاذية. مات عدد لا يحصى من المقاتلين الأقوياء، وفي كل يوم تقريبا كان يموت أساتذة كبار. كان يتم القضاء على الفنانين القتاليين الذين كانوا أقل من مستوى الأستاذ الأكبر بشكل طبيعي بوتيرة برية. ورغم أن كل دولة قامت بتوثيق هذه السنوات العشر القاتمة، إلا أن ذلك لم يتم بتفصيل كبير. ومن ثم فإن راناش والآخرين لم يعرفوا سوى الفوضى التي تسبب بها طائفة شداد، ولكنهم لم يعرفوا التفاصيل. اليوم أعلم أخيرا أن أعظم صراع في تاريخ الفنون القتالية قد بدأ بسبب هذه التقنية، جسد حاكم التنين. بطبيعة الحال كان الجميع مذهولين، وفي هذه اللحظة بدر نفس السؤال في أذهانهم: هل كان لهذا الشاب الأردناري أي علاقة بالصراع الذي أطلقته طائفة شداد قبل قرن من الزمان؟ هل هذه التقنية العليا التي تسببت في دخول العالم في حالة من الفوضى سقطت في أيدي قلعة حاكم الحرب وليست طائفة شداد؟ ربما كانت قلعة حاكم الحرب وطائفة شداد حلفاء منذ فترة طويلة. الفضول والصدمة والأسئلة سيطرت جميع أنواع المشاعر على الجميع. حتى المعلم كيلاني كان قادرا على اكتشاف التقنية التي نفذها فارس تلتو، لذا بالطبع كان بإمكان سهيل ساكي أيضا. ارتجف سهيل في اللحظة التي نفذ فيها فارس هذه الحركة. سأل سهيل ساكي بشكل لا يمكن السيطرة عليه مع نظرة صدمة على وجهه: جسد حاكم التنين، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ كيف يمكن لشاب من أردنار العظمى أن يتعلم هذا؟ هل حصلت على الدليل من قلعة حاكم الحرب؟ لا، انتظر. من غير ممكن أن يكون لدى قلعة الحاكم الحرب دليل تقني كهذا. لقد سقطت هذه المهارة بالفعل في أيدي طائفة شداد في الماضي. اخبرني، من أين تعلمتها؟ ما هي علاقتك بطائفة شداد؟ على الرغم من أن الفوضى لم تبدأ بسبب هذه التقنية، إلا أن ظهور جسد حاكم التنين كان بلا شك بمثابة فتيل. إن وجود مثل هذه المهارة ساعد بشكل كبير في تسريع خطط طائفة شداد للسيطرة على العالم. ومن ثم لم يكن هناك شك حول مدى قوة جسد حاكم التنين، لكن سهيل ساكي لم يستطيع استيعاب الأمر. لماذا عرف فارس المهارات الخاصة لطائفة شداد؟ هل كان من طائفة شداد؟ ومع ذلك فإن الفكرة مرت بذهن سهيل ساكي لفترة وجيزة قبل أن يفكر بسرعة بخلاف ذلك. بقدر ما تعلم، كان فارس من أردنار العظمى. كان لدى أردنار العظمى حساب قديم لتسويته مع طائفة شداد. لذلك على الرغم من أن قلعة حاكم الحرب لم تجرؤ على الانتقام لأن عشيرة شداد كانت قوية للغاية، فإن الأردناريين بلا شك يكرهون أعضاء طائفة شداد. كما كانت أردنار العظمى إحدى الدول النادرة التي منعت أعضاء عشيرة شداد من دخول حدودها. لذا إذا كان فارس من طائفة شداد، فسيكون من المستحيل تقريبا أن يبقى على قيد الحياة هناك. بالإضافة إلى أنه لم يكن لديه علامة سحابة الشمس لطائفة شداد على ظهر يده. ومع ذلك ابتسم فارس دون الرد على أسئلة سهيل لساكي. سار ببطء بينما كان الضوء الذهبي يتدفق داخل جسده. كان بإمكانهم رؤية الصورة ظلية لتنين ذهبي يحوم حوله. لقد بدا وكأنه يتمتع بحماية تنين حقيقي. ضحك فارس بازدراء عندما اقترب من سهيل ساكي. لما الصدمة؟ جسد حاكم التنين ليس المهارة الوحيدة التي أعرفها. سأحتفظ بالمفاجأة لوقت لاحق. في اللحظة التي أنهى فيها فارس جملته، تحولت عيناه إلى اللون البارد، وسمع هدير تنين في الآفاق. انبعث ضوء ذهبي مبهر من قبضتيه
بينما لكم سهيل ساكي بوحشية. كان الأمر وكأن تنين يقاتل نمرا عندما اصطدمت لكمته بسيفه. في لحظة تطايرت الشرارات في كل مكان. طاقة داخلية هائلة اجتاحت بجنون في كل الاتجاهات. ضربة فارس جعلت سيف سهيل ساكي ينحني. انطلق عواء حزين من السيف. انفجرت الطاقة الداخلية عندما طار سهيل ساكي بعيدا عند تأثير لكمات فارس. هبط على الأرض وتراجع 10 خطوات. حتى بعد انتهاء التأثير استمر سيف سهيل ساكي في الاهتزاز في أعقابه. عبس المعلم كيلاني والآخرون بقلق وهم يقفون تحت ناطحة السحاب. هل هذه هو قوة جسد حاكم التنين؟ لا عجب أن طائفة شداد أثارت الحروب بسببه. بعد الاصطدام المباشر اضطر أفضل فنان قتالي ياباني لديهم إلى التراجع بشكل صادم. لقد كان هذا خبرا سيئا. لم يعد بإمكان كوبا سازوكي أن يتحمل مشاهدة هذا يحدث. وعلى الرغم من ارتفاعه الذي يبلغ 100 متر فقد صرخ بأعلى صوته: سهيل ساكي توقف عن التراجع، ابذل قصارى جهدك، اقتله وانتقم العاصف وجميع المقاتلين اليابانيين الذين ماتوا على يديه. سهيل ساكي من فضلك اذبحه. لم تكن هذه المعركة مجرد مسألة فخر وطني، بل كان لها تأثير مباشر على مجموعة سوزوكي. لقد وضع خططا بالفعل، وفي اللحظة التي يموت فيها فارس سيرقل مجموعة الجمال عندما تكون في حالة انهيار، ويقضي على المجموعة بأكملها بضربة واحدة ويجعلها ملكه. بعد كل شيء، بما أن مجموعة الجمال ارتكبت الخيانة، فإن مجموعة سوزوكي سوف تصحح الخطأ من خلال القضاء عليها. نظرا إن كوبا سازوكي كان يقف على الجانب الصحيح من الأمور، لم يكن لديه ما يخشاه. بعد أن صرخ كوبا سازوكي بقلق شديد، غضب الآخرون وبدأوا بالصراخ أيضا: نعم سهيل ساكي، توقف عن التراجع، من فضلك اذبحه، أرجوك اقتله. يطبع الفصل 935، معركة القمة. صرخ العديد من الناس بصوت واحد تحت برج ناطحة السحاب. اجتمعت أصواتهم في صرخة واحدة ترددت بشكل متواصل. سمع صوت انفجار في الهواء مرة أخرى. تشابك فارس وسهيل ساكي في معركة أخرى في السماء. من المؤكد أن هجمات سهيل ساكي أصبحت أكثر شراسة بعد أن أدرك أن فارس كان قادرا على استخدام جسد حاكم التنين. كان يهدف إلى سفك الدماء مع كل ضربة قاتلة يقوم بها. أما الآن فكان سهيل ساكي يبذل قصارى جهده. طاقة السيف اللامحدودة انطلقت بقوة نحو فارس دون أي قيود. بعد تبادل الضربات لفترة طويلة اختفى ازدراء سهيل ساكي السابق لفارس، والآن عامله بجدية وخوف. ومن ثم فإن سهيل ساكي كان سيعطي كل ما لديه. أخذ فارس الأمر على محمل الجد أيضا. مع كل حركة قام بها سهيل ساكي كان يتجنبها واحدة تلو الأخرى. كان دفاعه ضد هجمات سهيل ساكي السريعة خالية من العيوب، وذلك بفضل قوته البدنية وخفة حركته. في بعض الأحيان عندما يجد الفرصة كان يهاجم، ربما سبب الخلاف بين قدراتهما. اضطر فارس إلى الدفاع معظم الوقت، ومع ذلك فإن هجماته العرضية تسببت في الكثير من المشاكل لسهيل ساكي، تماما كما هاجم فارس سهيل ساكي الآن عندما انتهى ليلته من حركته ولم يكتسب القوة الكافية لتوجيه ضربة ثانية. انتهز الفرصة وضربه بسرعة. ضرب سهيل ساكي على صدره دون أي جهد، وشعر على الفور بإحساس مؤلم. أطلق سهيل ساكي تأوها مكتوما عندما طار على بعد 100 متر. اللعن عليك أيها الوغد، أنت وقح. لقد دنست حاكمة القمر بالفعل، والآن تفعل الشيء نفسه مع الأستاذ الكبير ساكي. كيف يمكن أن يوجد شخص وقح مثلك في العالم؟ عند رؤية هذا احمرت أعين المعلم كيلاني وكوبا سازوكي. لعنوا على الفور وهاجموا فارس بجنون. وبما أن منار ساكي لم تولد بعد، أصبح سهيل ساكي الآن أفضل فنان قتالي في اليابان. لقد كان نقيا ولا يمكن المساس به. كان مثل الملك. لذلك كان كوبا سازوكي والآخرون يحترمونه بشدة. لم يفكر أحد قط في تدنيسه ولو قليلا. ومع ذلك فإن الرجل الذي كانوا يعاملونه مثل الحاكم تعرض للطول الضرب على يد فارس. شعر المعلم كيلاني والآخرون بالرغبة في خنق فارس حتى الموت. تأججت النار تقريبا في عيونهم المحتقنة بالدماء. أيها الحيوان، أنت تستحق 1000 موتة.
كان الجميع يعنون فارس بلا توقف من أسفل ناطحة السحاب. كان فارس وسهيل ساكي في مواجهة العاصفة، لذلك لم يهتموا بهذه التفاصيل البسيطة. في نهاية المطاف كانت المعارك بين الفنانين القتاليين كلها تتعلق بردود الفعل في جزء من الثانية. بصرف النظر عن التركيز على القتال، لا يمكن لديهما الطاقة للاهتمام بأي شيء آخر. لذا لم يغضب سهيل على الإطلاق عندما ضربه فارس على صدره، بل ضحك من أعماق قلبه. أمسك سهيل ساكي بسيفه وبدأ في الهجوم نحو فارس مرة أخرى. لمدة سنوات عديدة لم تسنح الفرصة لسهيل ساكي للقتال بهذه الحرية منذ انتهاء القتال مع طائفة شداد. كما يقال: الأبطال يحترمون نظرائهم كثيرا. إذا لم تكن يدي فارس ملطخة بدماء العديد من اليابانيين، فما محتمل أن سهيل ساكي لن يتحمل قتله. بعد كل شيء، كان من الصعب جدا العثور على شخص يمكنه منافسته. لقد كان فنانا قتاليا حقيقيا، لذلك كان شرفا له أن يكون له خصم مثله، وهذا من شأنه أن يشجعه على أن يصبح أقوى. سمع صوت تصادم آخر في الهواء عندما وجه سيفه نحو فارس. انحنى فارس بسرعة إلى الخلف ليتخذ وضعية الجسر. تأرجح ضوء السيف المهدد فوق طرف أنفه. كان فارس منشغلا بالسيف أمام عينيه، ولم يهتم بالجزء السفلي من جسده. من المؤكد أن سهيل استغل الفرصة لركل فارس تحت الحزام فجأة قبل أن يتمكن من تثبيت نفسه. بصوت خافت ركل سهيل ساكي فارس مباشرة في المنطقة العانة. عانى فارس من آلام مبرحة لدرجة أن عينيه كانتا تحدقان فيه مباشرة. انتفخت الأوردة على جبهته بينما بدأ العرق البارد يتصبب منه. أمسك فارس بمنطقة العانة وسقط على الأرض مثل طائرة ورقية ذات خيط مكسور. ارتعشت أعين العديد من الأشخاص بشدة عندما رأوا المشهد من الأسفل. كان لدى رناش نظرة غريبة على وجهه بينما كان يتمتم لنفسه: يا إلهي، مجرد مشاهدته كان مؤلما. لحسن الحظ سهيل ساكي لم يكن يقاتله، وإلا فإنه قد ينتهي به الأمر إلى فقدان رجولته. اندفع الأرض ناريين لدى كوبا سازوجي لدرجة أنه ظل يضحك بجنون وهو يصرخ: لقد طلب ذلك سهيل ساكي، أحسنت، دمر هذا الأحمق. ابتلع فارس الألم عندما سقط على الأرض وقلب جسده قبل أن يهبط مباشرة حتى انتهى به الأمر إلى الوقوف منتصبا. أصبح وجه فارس مشوها من الألم. بعد كل شيء، هذا الجزء من جسده كان هشا للغاية. حتى مع حماية جسد حاكم التنين، كان الأمر لا يزال مؤلما عندما ركل له سهيل ساكي. أبخ فارس بصوت عالي وهو يقفز إلى السماء مرة أخرى: يا إلهي، أنت رجل قاسي للغاية، فقط انتظر. وألقى لكمتين على سهيل ساكي بغضب. هذه المرة بدأ فارس مضطربا، لذلك أصبحت هجماته أكثر شراسة. استمر في إرسال اللكمات بشكل عدواني دون توقف نحو سهيل ساكي. اصطدمت قبضاتهم وسيوفهم مما أدى إلى تطاير الشرر. صرخ سهيل ساكي ببرود عندما وجد الفرصة لضرب فارس. ضربه ورقة واحدة. اضرب. لم يواجه فارس الهجوم بشكل مباشر، بل استدار لتفاديه مع حركة خفيفة. مرت طاقة السيف بجانب فارس وانتهى بها الأمر بالطيران في الأسفل. تحطمت الأرض وتطاير الغبار في الهواء. كانت ضربة واحدة من طاقة السيف كافية لتحطيم الحجارة. وغنى عن القول. كانت معركة صعبة بشكل لا يصدق بالنسبة لفارس. صرخ كوبا سازوكي بهستيرية في الأسفل: سهيل ساكي، استمر في التقدم، استمر في ضربه، قطع هذا الأحمق حتى الموت. قد يكون قادرا على تفادي إحدى هجماتك، لكنني لا أعتقد أنه يستطيع التهرب منها جميعا. لوح سهيل ساكي بسيفه مرة أخرى ووجه ضربة الورقة الواحدة مجددا، لكن فارس لم يهرب هذه المرة، بل اقترب من سهيل ساكي قبل أن يكون جاهزا للتحرك وضربه بسيف على عجل. خرج هجوم سهيل ساكي عن مساره بسبب تدخل فارس. تغيرت طاقة سيفه على الفور واتجهت نحو الحشد الذي كان يقف تحت ناطحة السحاب بسرعة. اللعنة، اهربوا، أسرعوا واركضوا. كاد كوبا سازوكي والآخرون أن يتبولوا في سراويلهم عندما رأوا الضوء السيف قادما مباشرة نحوهم بأقصى سرعة. صرخوا بصوت مرتفع بينما تفرقوا في جميع الاتجاهات، ولكن لم يهتم أحد بالمعلم كيلاني وإسحاق هيروتو
عندما جلس على كرسيهما المتحركة بينما هرب الجميع. صاح المعلم كيلاني وهو يكافح من أجل تحريك العجلات والهروب إلى أقصى حد ممكن: ادفعوني ليدفعني أحد ما، اسرعوا أيها الحمقى. لقد كان كل هذا بلا جدوى، حيث أن توهج السيف كان قد وصل بالفعل إلى المعلم كيلاني. أدى تأثير طاقة السيف إلى إلقاء المعلم كيلاني وإسحاق هيروتو في الهواء. سعل كلاهما الدماء عدة مرات على الفور. انقسم الكرسي المتحرك، وسقط المعلم كيلاني على الأرض ووجهه للأسفل. بعد أن تبدد توهج السيف، جاء كوبا سازوكا والآخرون على عجل لمساعدة المعلم كيلاني. حاكم السيف، حاكم السيف، هل أنت بخير؟ صاح المعلم كيلاني بغضب: اغربوا عن وجهي أيها الأوغاد اللعينون، أما زلتم تملكون الجرأة لتسألوا؟ كان وجهه مغطى بالدماء بينما ساعده الآخرون على النهوض.